baby on the road. يلا بينا. هتكلم النهاردة عن ازاي تحافظ على عربيتك وانت مسافر. لازم تغير زيت الموتور لزيت جديد وعلى حسب مدة السفر. لو أقل من 6 شهور بتحط الزيت العادي، لكن لو أكتر من كده بتحط الزيت التخليقي، ولما ترجع تغير الزيت اللي انت حطيته ده خالص وتحط زيت جديد. لازم تحط في الرادياتور سائل تبريد ويكون نوعه كويس، بلاش مية لوحدها لأنها هتعمل صدى. ولازم تغير زيت الجير وتغير مية المساحات وزيت الفرامل، وتعيد على كل السوائل بتاعة العربية في العموم. لكن بالنسبة للبنزين لو المدة مش هتزيد عن 2 شهور فول التانك للآخر، لكن لو أكتر من كده فضي التانك للآخر، لأن البنزين بيتغير لونه وبيتغير طبيعته وممكن يأذي التانك بتاع البنزين. غطي فتحات فلتر الهواء وفتحات الشكمان علشان ما يدخلش تراب للعربية ولا كمان يدخل حيوانات. افصل البطارية تماما وحط شحم على المكان بتاع الشحن بتاعها، وفك جلدة المساحات حطها في شنطة العربية أو ارفع المساحات عن الإزاز بأي حاجة. لو مدة السفر مش هتزيد عن 2 شهور خلي العجل مليان هواء وظبطه كويس قوي قبل ما تمشي، وفك فرامل اليد ما تخليهاش موجودة عشان ما تبصش، خليها بس محطوطة على البي مفيش مشكلة، او لو عايز تحطها على الان يبقى تشتري اللي هي العوائق اللي هي بتخلي العربية ما تمشيش ما تتحركش وهي واقفة. لكن لو المدة أكبر من كده لازم ترفع العربية على أعداد، والأعداد دي تتأكد إنها محطوطة على المقصات مش على جسم العربية. ولازم تتأكد ان العربية تكون نظيفة جدا من جوه ما فيهاش بواقي اكل، لان لو حصل انسى، مش هتعرف تتخلص من الريحة دي نهائي. اعمل طبقة واكس على الدهان بتاع العربية علشان تحافظ على اللون، واشتري غطا كويس بيتحمل عوامل البيئة لان الشمس بتاكل قطع البلاستيك اللي موجودة في العربية. وفي الاخر حاول تستمتع بالاجازة بتاعتك. اعملوا سبسكرايب لايك، ما تنسوش تتابعونا عشان تسمعوا كل الجديد.